الاتحاد، وايضا عوده الشيخ طلال في اللجنه الاولمبيه مع الاعضاء اللي معه. واحنا بينا لهم ان هذا احنا حالينهم لامور ماليه، يعني محولينهم للنيابه، فبالتالي لا يمكن يكون لهم عوده. يعني لا يمكن. وما كان في جلسه اطلاقا مع اللجنه الاولمبيه الكويتيه السابقه ولا حتى مع الشيخ احمد؟ يعني انا اللي اعرف ان الشيخ احمد ما شاء الله متنفذ بالفيفا، نعم. متنفذ بالاتحاد الاسيوي، ما كان في اي جلسه يعني بين الهيئه والشيخ احمد؟ يعني واضح بالنسبه لنا على الاقل كمتابعين. نعم هو للاسف تفضل. هذا الامر ما صار، ولكن ما زلنا نتامل ان الشيخ احمد يعني يتدخل في الوقت المناسب، على الاقل يعني من خلال نفوذه الخارجي. طيب. يعني اللي قاعد نلمسه من دعم الحقيقه العديد من القيادات الرياضيه، انه على الاقل ايضا يساهم في حل المشكله مع ذلك. دكتور حمود فليطح، نائب مدير هيئه الرياضه الكويتيه، شكرا جزيلا لك. واضحه. انا يمكن لاني برا الكويت، يمكن بعض الاخوان الكويتيين يقول حرب يا شيخ احمد الفهد، انت واخوك الشيخ طلال دبروها عاده. فاحت احمدوا ربكم انتم في الوسط الرياضي السعودي كان علو. خلينا نعلق على هذا الفيديو الحين وبعدها نرجع ان شاء الله حق تصريح احمد نبيل الفضل. شفنا كلام المذيع، شفنا كلام المحلل، وايضا دكتور حمود فليطح شفنا من خلال هذه القناه السعوديه وتحليلهم على الموضوع. من يبي يعلق؟ هذه طبعا NBC اكشن مو قناه السعوديه. لا اكشن يا دوري. اكشن يا دوري، قناه NBC اكشن يعني. NBC سعوديه. يعني خلينا نقول السعوديه. انا اقول تفضل عايز. انا اتقدم بالشكر الجزيل للاخ ناصر الفراج المذيع وليد الفراج المذيع المميز في برنامجه الرائع اكشن يا دوري، انه سلط الضوء دائما. ترى هذه مو اول مره يسلط الضوء على الايقاف اللي تعرضنا عليه، الايقاف الظالم اللي تعرضنا له، تعرضت له الرياضه الكويتيه، ويناقش على طبعا مثل ما قلت احنا نشكرهم، وكونهم يعني هم، وكان يمدح بالكويت شيء مو طبيعي، وتذكر ايام السنوات الذهبيه اللي عاشتها الكره الكويتيه، ويتغنى بمعظم النجوم امثال جاسم وفيصل وفتحي وسعد الحوطي والطرابلسي. وصراحه احنا نشكره على هالمبادره، ومنها ان شاء الله ان بجهود الموجودين هنا يرفع الايقاف الظالم عن ورضان رياضتنا. بس